السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ النهاردة عندنا طريقة الفطير الفلاحي على اصوله. معانا كوبايتين دقيق، كوباية مية، ومعايا نشا، معلقة نشا، معلقة ملح، معلقة بيكنج كيك شيف، مش بيكنج باودر جماعة، كيك شيف تحسين بس خبز، ومعلقة ذرة ملح وذرة سكر بس. دي كل المقادير، بندوبها في المية زي ما انتوا شايفين. وحطيت الدقيق في الاول، دقيق منخول ودقيق يكون فيه عرق وفيه مطه، وبحجايه كب منزله الميه السائل بتاعي بالحاجات اللي فيه، وبعجنها وبسيبها ترتاح. واول ما ترتاح، اهم حاجه في الفطير اللي انت تعجنيه يعني تقعدي فتره تعجنيه وتسيبيه يرتاح. كل ما العجينه ارتاحت معاكي كل ما بقت سهله في الفرد. شايفين هي بكل سهوله بتتفرد ازاي؟ هي بكل بساطة ما فيهاش اي حاجة. دي الفطيرة ام 70 جنيه يا جماعة، اللي الاسعار اللي بقت وهم عمالين نسمعها بجد. الله يكون في عون كل راجل ورب اسرة. لازم يا جماعة نحاول، الاسعار عالية ومش هينفع، مش هناكل، يبقى نحاول نعمل اي حاجة. هي كده بفردها، فردتها خلاص، وانزل بالسمنة بتاعتي بوزعها على العجينة كلها. خلاص كده وزعتها، اروح جايه مطبقاها على 2، وبرده كل طبقة وطبقة بدهن سمنة، بين كل طبقة وطبقة بدهن سمنة. خلاص انا كده بلمها خلاص اهو. هجيب صينية، بس هي ايه، الصينية دي طلعت صغيرة. انت عشان العجينة اصلا يعتبر نص كيلو دقيق، فعشان حسيت اللي هي هتبقى تخينة ومش حلوة، هتبقى مكلكعة، فانا عايزة تبقى مفرودة، فانا جبتها في الصينية الاكبر. وجماعة اهم خطوة اما انت تدخليها الفرن تغطي، انت عشان احنا عندنا الفرن بتاعنا عادي بتاع بوتاجاز، نغطي الصينية. دخلنا الفرن نغطي الصينية ليه؟ لما تغطي الصينية بتديها كده طراوة، وبتخليها منفوشة. ايوه كتمة الغطا ديت هي السر.